كل شيء شايفين بحياتنا أنواع الخرافات وأنواع الغلو وأنواع الكذب، لكن مثل هاي الكذبة وهاي الخرافة اللي راح تشوفوها ما أعتقد موجود. السلام عليكم. تغيب واضح الدور العلماء والإيقاف للعقل والوعي والاعتماد على روايات من دون النظر إلى صحتها وضعفها والمصدر اللي ناقلها. هذا منهج جديد ظاهر عندنا اليوم ينتشر بين الشباب، يحاول أن يبث أفكار باسم أهل البيت لكن هي ما لها علاقة بأهل البيت عليهم السلام. أنواع الخرافات سامعين، وأنواع الافتراء على أهل البيت عليهم السلام هم سامعين، لكن مثل هاي الفرية اللي راح تسمعوها وتشاهدوها بعينكم بهذا المقطع أنا بالنسبة لي ما شايف ولا سامع بحياتي. خلينا نشوف. قل هو الله أحد وقت الصلاة، بالشدايد قل هو الحيدر مدد. اسمع اسمع اسمع، انت نزلت الكتاب على الرسول كله من راسك كتبته وما اجا. علي بن أبي طالب هو اللي نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كلام يقبل العقل، يقبل إنسان محترم يحترم نفسه أبدا. هذا المنهج وهذا الكلام إذا عرض على أمير المؤمنين عليه السلام أنا واثق أنه سوف يحاسب هؤلاء حسابا شديدا. هؤلاء لا يعتمدون على علماء ولا على مفكرين ولا على حتى عقولهم، إنما على بعض الخزعبلات التي ينطلقون من خلالها. هسه أنت ما تعتمد على العالم، مو صحيح تعتمد على رواية. بالله تعال خلينا نشوف هذه الرواية اللي منقولة في كتاب الاحتجاج تبين شنو هم أهل البيت عليهم السلام مثل ما أنت تصورهم لو أمر آخر. خلينا نشوف هاي الرواية. رواية في كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي تضرب وتفند كل هذه المزاعم اللي تحاول تعطي أهل البيت عليهم السلام أدوار هم بأنفسهم ما أعطوها لأنفسهم. هاي الرواية بعدما تنازع بعض من الشيعة فيما بينهم لأن دخول المغالين في هذا الخط منذ القدم، وقالوا أهل البيت يخلقون ويرزقون، فكتبوا إلى الإمام عليه السلام الإمام المهدي صلوات الله عليه، وجاءهم الجواب من الإمام عليه السلام حيث قال كما في الرواية إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم، حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فأما الأئمة، لا شو يركز، فأما الأئمة فإنهم يسألون الله فيخلق ويسألون الله فيرزق إجابة لمسألتهم وإعظاما لحقهم. يعني هم عليهم السلام يسألون، يدعون من الله سبحانه، يطلبون من الله سبحانه وتعالى. فهذا المنهج اليوم اللي يحاول أن يدس هكذا أفكار، شنو يريد؟ وين يريد يوصل؟ ليش هؤلاء هم بخطبائهم بعلمائهم ليش ما يحثون الناس على أخلاق أهل البيت؟ ليش ما يدعمون الناس أن تتوجه لأخلاق أهل البيت؟ شوفوا تعليقاتهم وشوفوا ردهم، دائما تلقاهم يسبون، تلقاهم يشتمون، تلقاهم ينتقصون من الآخر، تلقاهم يستهزئون. يعني حتى في خطاباتهم ماكو أخلاق أهل البيت، سلوك أهل البيت، منهج أهل البيت عليهم السلام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا تسألون بعد.